طيب، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن عدوهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله أخواننا الأعزاء، حيا الله الشيخ فضيلة الشيخ نجاح، أحد مشايخ وعلماء الأزهر. حياكم الله جميعا أخوتي المستمعين والمشاهدين. موضوع الحلقة لهذا اليوم أو موضوع المناظرة هو في معركة الجمل، المعركة التي حصلت في السنة 36 هجرية، وهذه المعركة تعتبر من أهم المعارك في الإسلام بعد وفاة رسول الله، وكانت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين السيدة عائشة ومن تبعها من طلحة والزبير وغير باقي الصحابة. عندنا كثير من التساؤلات في هذا الموضوع، يا حبذا نتمنى من سماحة الشيخ أن يكون الحوار يعني علمي أكاديمي، والإجابة على الأسئلة بعلمية وأكاديمية. السؤال الأول الذي نورده على فضيلة الشيخ: هل السيدة عائشة عندما خرجت إلى قتال علي بن أبي طالب هل هي التي بادرت بالخروج أم علي بن أبي طالب هو الذي بادر إلى الخروج للقتال؟ هذا رقم واحد. ومن الذي ابتدأ القتال ولماذا خرجت؟ السؤال الأهم: لماذا خرجت؟ هل هي خرجت لكي تطالب بدم عثمان مثل ما قلتم، أم إنها خرجت إلى الإصلاح؟ هذا هو أهم شيء في هذه الموقعة، موقعة الجمل. نريد أن نعرف لماذا السيدة عائشة خرجت من مكة إلى البصرة، وهل يوجد شخص في البصرة من قتلة عثمان إذا ادعيتم بأنها تريد قتلة عثمان، أم إنها خرجت للإصلاح، مع الدليل على ذلك فضيلة الشيخ. ثانيا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عندكم في الأحاديث الصحيحة إنه قد حذر السيدة عائشة من الخروج، وقال لها لا تخرجي، وكما معروف في الحديث المعروف قال لها بأن كلاب الحوأب سوف تنبح عليك، وهذا الحديث صحيح وصححه جملة من علماء أهل السنة فيما بينهم ابن حجر والألباني وإلى غيره. هل كلام رسول الله هو الأصح أم ما قالته السيدة عائشة إذا ادعيتم إنها قد خرجت إلى الإصلاح؟ يعني هل كان النبي يدعو إلى الإصلاح بعدم خروجها، أم رأيها هي أفضل من رسول الله؟ لأن رسول الله نصحها بعدم الخروج وقال لها لا تخرجي، فإن كلاب الحوأب سوف تنبح عليك وسوف تركبين على الجمل الأدبب، وهذا معروف في الحديث وأثره موجود. هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو إلى الإصلاح بهذا الحديث أم كان يدعو إلى الفساد؟ هذا أيضا السؤال سجله عندك عندما تبدأ مداخلتك إن شاء الله. نحن نلتزم بالإجابات وأنت أتمنى أن تلتزم بالإجابات. طيب، قول الله سبحانه وتعالى هل طبقته السيدة عائشة أم لا؟ عندما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. هل أقرت أم لا في بيتها؟ إذا قلت نعم ما هو الدليل؟ وإذا قلت لا فأيضا عليك أن تبين. ولماذا لم تخرج بقية نساء النبي مثلما خرجت السيدة عائشة للقتال؟ فعندي رواية صحيحة أخرجها المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري عن أم سلمة تقول إن الحق كان مع علي عليه السلام، ولولا أني أخاف أن أعصي الله ورسوله لخرجت مع علي بن أبي طالب للقتال.
تفضل سماحة الشيخ، وأتمنى الإجابة على هذه الأسئلة. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى أزواج وأمهات المؤمنين، وعلى آل بيت النبي الطاهرين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أولا احنا النهارده اخوانا نتكلم في موضوع مهم قوي، برضو قضية بين السنة والشيعة، ألا وهي قضية أو معركة الجمل. دايما المقدمة بتاعتي في الأول، المقدمة دايما بتاعتي في الأول كده، أول جولة الأولى لي دايما في مثل هذه، يعني أنا بعتبر الحاجات دي يا إخوانا أنا بطلعها علمية والله، يعني ويشهد الله على هذا إن شاء الله، يعني عشان إيه كله يستفيد. فأول مداخلة ليا دايما بخليها علمية، يعني كده يعني ألم الموضوع، يعني ما هو لازم المشاهد اللي بيتابعنا ده يعرف إحنا بنتكلم في إيه والموضوع إيه، لأن أنا هدفي رقم واحد علم، الناس تفهم تتعلم تعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا. النهارده احنا بنتكلم عن موقعة الجمل أو معركة الجمل. يعني ايه موقعة الجمل؟ موقعة الجمل هذه معركة حدثت في السنة 36 هجرية في مدينة اسمها البصرة في العراق. حدثت مقتلة عظيمة بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين في سنة 36 هجرية في مدينة اسمها البصرة. هدفنا ان انت في مدينة اسمها البصرة سنة 36 هجرية وقعت مقتلة عظيمة بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. ولك تحت كلمة من المؤمنين دي حط مليون خط، مش خط واحد ولا 1000 خط، حط تحتها مليون خط. حدثت هذه المقتلة العظيمة بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين في السنة 36 هجرية في مدينة اسمها البصرة. طرفها مين بقى؟ الطرفين بتوع المقتلة ايه؟ جيش يقوده طلحة بن عبيد الله والزبير ابن العوام، ثم لحقت بهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وجيش آخر يقوده الخليفة آنذاك وهو الخليفة الرابع اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طيب إيه سبب المقتلة دي؟ سبب هذه المقتلة مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، كلهم قالوا احنا عايزين نأخذ الثأر من قتلة عثمان اللي كان معظمهم آنذاك في جيش سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. الجماعة اللي قتلوا سيدنا عثمان كان منهم أناس كثيرون آنذاك في جيش سيدنا علي. سيدنا علي قال وأنا أول واحد فيكم، أنا عايز أخذ ثأر عثمان، بس نستنى عشان نجمع الناس من الأمصار، يعني من جميع البلدان، وكان ساعتها موسم حج، فسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه احب ان هو يقوي جيش المسلمين. قال لك اما نجمع الناس اللي هي بره نقوي جيش المسلمين ونحارب هذه الفئه التي قتلت من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. طيب يا عم الشيخ نجاح، الحق انذاك، خد بالك بقى، انا دايما بجيب الحاجات اللي تاخذ منها كده ان هي علينا الاول، خد بالك، لان هذه امانه. طيب الحق انذاك كان مع مين يا عم الشيخ نجاح؟ الحق آنذاك كان مع علي رضي الله عنه وارضاه، واولى الطائفتين. طب بالراحه يا عم علي، ما انا اللي بقول لك اهو. لا، واولى الطائفتين، مش بقول لكم احنا دايما بنجيب اللي علينا الاول ليه يا اخوانا؟ لان دي الحق، احنا ما نكذبش ابدا، والله ابدا ما نكذب، ولا نروغ روغان الثعالب، ولا نخبي، ولا نحرف، ولا نزور، ولا نقطع اسانيد، ولا نخبي احاديث، ولا ابدا، لان احنا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحق انذاك كان مع مين؟ كان مع علي رضي الله عنه وارضاه. اقولها مره وثانيه وثالثه والف، انذاك الحق كان مع سيدنا علي، واولى الطائفتين بالحق انذاك كان مع مين؟ كان مع سيدنا علي رضي الله عن علي، ورضي الله عن كل آل بيت النبي، ورضي الله عن كل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثت مقتلة عظيمة بعد ذلك لاختلاف الرؤى، وقع فيها قتلى وأناس كثيرون، ثم انتهت المعركة للأسف، ده كان زعلان وده كان زعلان، وانتهت المعركة سنة 36 هجرية، وعاد هذا الجيش إلى بلده،
وعادت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ومعاوية وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه هي الموقعة العظيمة. طيب السؤال بقى المداخلة الجاية هجاوب أنا بقى على موضوع حديث الحوأب وأم المؤمنين ولماذا خرجت، وكانت خارجة يعني بقصد إيه وهكذا، عشان ما أخدش حاجة من وقتك يعني. بس أنا دايما المقدمة بتاعتي بحب ألم الموضوع يعني. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد. ابعث شيخنا ابعث. طيب بدأت الآن. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن ابتدأنا. أخواننا الأعزاء، في بادئ الأمر هذا كلام شرح العقيدة التدمرية لحجة الإسلام ابن عثيمين، محمد بن صالح العثيمين. خلي يشوف الشيخ هل هذا الحكم ينطبق على السيدة عائشة والذين خرجوا معها أم لا. يقول: وإذا سئل سائل هل يجب طاعة ولي الأمر العاصي؟ فالجواب: ولي الأمر العاصي يجب طاعته، حتى وإن كان ولي الأمر هو عاصي فيجب طاعته. تمام. وبعد ذلك ابن عثيمين يذكر في كتابه العقيدة التدمرية 466 يقول: حتى إذا كان ولي الأمر يشرب الخمر ويزني ويتلوط ويقتل النفس بغير الحق فإنه يجب طاعته حتى لو ضرب ظهرك. تمام. فهذا الكلام، وأنت الحمد لله والشكر قد اعترفت بأن علي بن أبي طالب هو مع الحق، وأن علي بن أبي طالب هو كان صاحب الحق. فالآن كيف السيدة عائشة تخرج على ولي أمرها؟ وما حكم طلحة والزبير أيضا؟ هذا نريده. سألناك سؤال: النبي عندما قال يا عائشة إياك أن ينبح عليك كلاب الحوأب، وكان هل في قول النبي دعوة إلى الإصلاح أم دعوة إلى الفساد؟ طيب الآن من وقتي يا شيخنا، من وقتي الآن، من وقتي فقط جاوبني. هل السيدة عائشة ماكو إجابة؟ طيب سبحان الله، لا ماكو إجابة. طيب سؤال أيضا ضفت لك: طيب هل خرجت للإصلاح أم خرجت تطالب بدم عثمان؟ هذا السؤال هو الذي سوف يفتح. لو سمحت لو سمحت أول ما تخليش أكتر من سؤالين عشان أعرف أجاوب. بس أنت الآن لا، من ذيك مداخلتي هن سؤالين، والآن ضفت فقط سؤال، صار 3 أسئلة. استنى بس. السؤال الأول سجل عندك. استنى لحد دلوقتي أدا 1 2 3 وكنت راح تسأل الرابع. لا ما راح أسأل، راح أأكد عليك الآن: دعوة النبي إلى الإصلاح أم للفساد؟ في حديث إياك أن ينبحن عليك كلاب الحوأب، وكان يحذر السيدة عائشة. تمام، هذا رقم 1. السؤال الثاني هي خرجت للمطالبة؟ لا فقط الآن اللي ألزمك بهن. السؤال الثاني: خرجت للإصلاح أم خرجت للدعوة والمطالبة بدم عثمان؟ هذا سؤالين ما أضيف لك غيرهن. طيب ماذا قال الشيخ؟ شوف فقط ظني الإلزامين. أنا عندي كثير من الأسئلة، عندي ما يقارب 30 سؤالا في معركة الجمل. تمام، لكن الأمر يطول. شوف شيخنا، أنت ماذا قلت؟ قلت هؤلاء مؤمنين، طائفتين من المؤمنين. ما أعرف من أين جئت بهذا الكلام، عليك أن تبين. تمام، بين طائفتين من المؤمنين، فما أعرف هذا. حتى وإن كان كلامك صحيح فعلي هو أمير المؤمنين، وهو كان هو الحاكم، ومثل ما ذكرت لك في كلام ابن عثيمين، فيجب طاعته. الحكم ما حكم الخروج على الحاكم الشرعي؟ أيضا أريدك أمام الناس تبين أن في مداخلتي راح تجي إن شاء الله، راح نسترسل أنا وياك، راح نسترسل في الكلام. طبعا الأمور كثيرة، الأمور
كثيرة. طيب الآن أخواننا الأعزاء، في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني يقول: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندرة حدثنا شعبة بن الحكم سمعت أبا وائل قال: لما بعث عليا عمار والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم. فهذا أيضا نضيف إليك، إذا قلت إن عائشة خرجت للإصلاح، لماذا علي بن أبي طالب بعث عمار والحسن إلى أهل الكوفة لكي يستنفر أهل الكوفة بالخروج ضد الإصلاح؟ تفضل. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبد الله. صل وسلم وزد وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الكرام الميامين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أول حاجة طالبة منك، طالما هنتكلم في موقعة الجمل وما تذكر السيدة عائشة رضي الله عنها، قول بس السيدة عائشة، ماشي؟ دي ما فيش فيها حاجة يعني. يبقى ده أول طلب أنا أطلبه منك، بس كل السيدة عائشة. أيوه بس. وأنا إن قلت نرجس هقول السيدة برضه، إن قلتها يعني خلاص. اتفقنا؟ طيب. هو اول حاجه كذب عليا في نقطه. ابو علي كذب عليا في نقطه ايه؟ ان هو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث ولي الامر، ومش عارف من خرج على ولي الامر حصل له ايه. قلت له روح هات الدليل. قام جايب كلام شيخ الاسلام، كلام ابن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه في خلاص، يبقى هو ما لقاش حديث على كده يعني. قلت له هات الحديث، قام رايح جايب كلام ابن عثيمين، صح؟ هو بيقول لي في عندكم حديث بيقول مش عارف من خرج على ولي الامر وايه وايه وايه. قلت له روح هات الحديث وهات المصدر. قام جايب كلام ابن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه. ده اول حاجه. هتكلم بقى في نقطه مهمه قوي يا اخوانا، دي الاصل. ايه الدليل يا عم شيخنا جاء على انهم طائفتين عظيمتين من المؤمنين؟ اول حاجه اذكر قول الله عز وجل كما في سوره الحجرات: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. حط تحت دي 1000 خط. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أي طلبوا القتال. وخد بالك إن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين ولم يكن من المسلمين. ليه يا عم الشيخ نجاح؟ لأن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام. احنا عندنا المراتب 3 يا إخوانا، مراتب: عندنا إسلام، عندنا إيمان، وأعلاها الإحسان. فلما ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يكن كمان من المسلمين، يعني ذكر المرتبة اللي هي أعلى من إيه؟ من المسلمين. مالهم يا عم الشيخ نجاح؟ قد يكون هناك طائفتين من المؤمنين ويقتتلوا، زي ما حصل وين؟ حصل في معركة الجمل. يعني يا عم الشيخ نجاح ممكن طائفتين من المؤمنين يقتتلوا. أنا عايز راجل على وجه الأرض يقول لي لا. أريد أرجل واحد على وجه الأرض يقول لي ممكن طائفتان من المؤمنين لا يقع بينهم قتال. يبقى بيكذب كلام ربنا سبحانه وتعالى على طول. ليه؟ لأن ربنا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. نعمل ايه نعمل ايه يا رب؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت. يا سبحانك يا رب، والله العظيم يا اخوانا، القرآن والسنة واحد. القرآن من عند ربنا، وسنة النبي الصحيحة برضه واحدة. ربنا سبحانه وتعالى قال: فإن بغت. طب انت عمال تركز يا شيخ نجاح على كلمة بغت ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة الجمل هيقول لعمار بن ياسر: يا عمار تقتلك الفئة الإيه؟ الباغية. تقتلك الفئة الباغية. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الكافرة. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: يا عمار تقتلك الفئة الكافرة، والموضوع انتهى. صح يا اخوانا ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العمار نفس اللفظة التي ذكرتها الآية الكريمة. قالت الآية: فإن بغت، أي فإن تعدت طائفة على الطائفة الأخرى بين الإصلاح. نعمل يا رب؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، أي التي تتعدى حتى تفيء، يعني حتى ترجع إلى أمر الله. فدي الدليل على أن هما الاثنين من المؤمنين. وإلا لو أنت عندك دليل أنت بقى على كفر جيش عائشة رضي الله عنه اذكره لي. خلاص؟ طيب.
ودليل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: يا عمار تقتلك الفئة الباغية، أي الفئة المتعدية. هذا الدليل على أنهم من المؤمنين. طيب، الأخ بيذكر لي الحديث بتاع كلاب الحوأب، وهو تقريبا شكله مش محضر وبيذكره على وجه الخطأ. ذكره مرة والثانية والثالثة والألف ذكره على وجه الخطأ. هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح في غير الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لعائشة: يا عائشة إياكي إياكي. طبعا ما فيش لفظة إياكي دي، ما فيش لفظة إياكي خالص 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 خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لعائشة لفظة إياكي، بل قال: أيتكن ينبحها كلاب الحوأب. يعني كلاب الحوأب يا إخوانا، الكلاب الحوأب كان في بئر مياه في طريق السيدة عائشة وهي رايحة للبصرة، فعند البئر ده نبحها كلاب الحوأب. فقالت عائشة: أي هذا، أي شيء هذا؟ فقيل لها: كلاب الحوأب. فقالت: إني لراجعة. اسمعوا يا أخوانا، الحديث بيقول كده: فقالت عائشة: إني لراجعة، يعني لما نبحها كلاب الحوأب تذكرت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقالت: إني لراجعة، أنا هرجع تاني. فقيل لها: ما خرجت إلا للإصلاح بين الناس، فأكملت طريقها. وهذا ما قاله ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما خرجت إلا بقصد الإصلاح بين الناس. لسه عندي أسئلة كتير، أخذ كمان جولة وأجاوبك على بقية أسئلتك ولا كده؟ إيه اللي أنت عايزه؟ كمل. لا، هات جولة، ابعت جولة، ابعت. ايوه، بص انا عايزك النهارده، بص انا عايزك النهارده تسال وانا اجاوب. انا مش هسالك ولا سؤال النهارده، ماشي؟ مش هسالك اسئله خالص، انا عايزك انت تسال وانا اجاوب بس. انا مرضي، والله مرضي بكده قوي، الحمد لله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه: يا عائشه ايتكن ينبحها كلاب الحوأب، ولم يكن لها اياكي. النبي ما حذرش عائشه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ام المؤمنين، زي ما الاخ عمال يقول ايه اي اياكي. لا، مش اياكي، ما لهاش اياكي ولا حاجه. فقال لها: أيتكن ينبحها كلاب الحوأب عند البئر ده. ولما حدث النباح بتاع الكلاب قالت في الحديث الصحيح: إني لراجعة، أنا هرجع تاني. لما تذكرت كلام النبي. لكن قال لها الصحابة: ما خرجت إلا لقصد الإصلاح بين الناس، ولما الناس يشوفوك ممكن يتم الصلح، فخرجت بقصد الإصلاح. وخد دي بقى مني كمان، هديك حتة طعم صغيرة اهي يا اخوانا، احنا ديننا واحد ومذهبنا واحد والله وكلامنا واحد. عائشة رضي الله عنها، زمان بدأت كلامي في أول كلمة قلت أن الحق مع علي، وأن أولى الطائفتين بالحق في آنذاك كان مع علي. عائشة رضي الله عنها وأرضاها ظلت طوال حياتها نادمة على خروجها. أكرر تاني، ظلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الحياء التي علمت الحياء كيف يكون عنده حياء. أم المؤمنين دي عائشة دي يا إخوانا، أنت شفت الحياء اللي في العالم كله؟ هي علمت الحياء كيف يكون عنده حياء. أي والله، عائشة رضي الله عنها من باب الإنصاف والحق والعدل، ومن باب أن الواحد يعترف بخطئه لا حرج، ظلت طوال حياتها رضي الله عنها وأرضاها تعترف بخطأ خروجها. خد بالك دي كمان، وكانت رضي الله عنها وأرضاها إذا تذكرت خروجها بكت حتى بلت خمارها. أكرر الآية دي تاني، اكتب أنا بملك حاجات في صالحك أهو. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ظلت طوال حياتها رضي الله عنها وأرضاها إذا تذكرت خروجها في معركة الجمل بكت حتى بلت خمارها، حتى لقت ربها سبحانه وتعالى. ويجي ناس مش عايز أغلط يقولوا في أم المؤمنين عائشة كيت وكيت وكيت. طيب، فما خرجت عائشة رضي الله عنها إلا بقصد الإصلاح بين الناس. طيب يا عم الشيخ نجاح، النبي ذكر أحاديث كتير في معركة الجمل، وفي آيات ذكرت في معركة الجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحاديث لعمار بن ياسر، طب ليش بقى ليش مع ان مش كل الشعب يعترفوا بكفر الجيش الذي حارب علي رضي الله عنه. طيب لا، استنى اجيب لك نقطه مهمه قوي بقى، قوي. الاخ بيستدل عليا بيقول لي خروج ايش السؤال عندي، حيث يقول خرجت عائشه، طيب بيقول لي الخروج على طاعه الامر كفر، الخروج على ولي الامر كفر. الخروج، اسمعوا يا اخوانا الحته دي بقى، بس انا ما بحبش اقول بوم والحاجات دي. الاخ بيقول لي الخروج على ولي الامر كفر، اليس كذلك يا ابا علي؟
انت قلت لي كده ولا قصدك ولا ايه؟ طيب على كل هو يا اما قال غلط يا اما قال كفر وهكذا. انا سمعتها كفر ما اعرفش. بيقول لي الخروج على ولي الامر او عصيان ولي الامر كفر او فسق او فسق او سماه هو زي ما يسميها. انا اسال سؤالي بقى، فلماذا خرج علي رضي الله عنه وارضاه ولم يبايع ابا بكر في اول حياته؟ يبقى سيدنا عمر سيدنا ابو بكر سيدنا علي كفر برضه ولا؟ ما انا عايز اعرف دي برضه، يعني كفر ولا ايش؟ ليش ايش؟ طب ولماذا؟ يعني انا هجاوب لك عادي بس. طيب التأصيل عندنا بقى يا اخوانا في طاعة ولي الامر. انا جبت له حته بس على الماشي كده. التأصيل عندنا بقى، التأصيل عندنا بقى في طاعة ولي الامر. حكم الخروج على ولي الامر ايه؟ السنة والاحسن والاصلح والافضل وكل حاجة وكل حاجة عدم الخروج على ولي الامر الا فيما يغضب الله عز وجل. رأيك بقى؟ يعني الأصل والسنة والأحسن والأفضل وحط كل حاجة أن يسمع الإنسان وأن يطيع لولي الأمر إلا فيما يخالف الله عز وجل. فلا طاعة لمخلوق في معصية من؟ في معصية الخالق سبحانه وتعالى. لا يا هيام لسه الكلام هيكتر، أنا لسه مجهز له شوية مفاجآت كده، فلسه الكلام هيكتر يعني. طيب طبعا كده جبت لك الدليل بتاع الطائفتين من المؤمنين. انت قلت لي في حديث لولي الامر وكده انت طيب ترجع على ولي الامر. أكملت الآن إلي جولتين، لأن أنت أخذت جولتين. لا إلي انا 10 خدت جولتين دقائق، جولتين. عشان اجاوب على إيه الاسئله إيه بس. إيه لا جولتين أخذت إلي جولتين الآن. اخذ لك خليك منصف جولتين، يا شيخ. خد لك جولتين. طيب خد لك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا كريم. شيخ نجاح أسردت كثير من الكلام، والآن سوف أبينه وأنقض عليه، وبعد ذلك أسألك. الآن من وقتي مباشرة، الذي لا يطيع كلام رسول الله ما هو حكمه؟ من وقتي مباشرة. لا ما احبش وقت لا جاوب من وقتي. الذي لا يطيع كلام رسول الله ما هو حكمه؟ ما اعرفش الا في دولتي. ماكو جواب اخوان. صار له 10 دقائق يتكلم وانا ساكت، ما استدليت عليه ولا عملت اي شيء على مود يتكلم براحته. الان جاءت مداخلتي اسئله ما يجيب. اخواننا الاعزاء، اولا هذا كلام رسول الله، معاي انت يا شيخ نجاح؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنسائه في حجته: هذه ثم ظهور الحصر، يعني ثم الزمن الظهور الحصر، ولا تخرجن من البيوت. وهذا الحديث أيضا نفسه أخرجه صحيح أبي داود وخلاصة حكم المحدث صحيح. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر، يعني رسول الله ألزمهن بالجلوس في بيوتهن مطابق للآية الكريمة: وقرن في بيوتكن، وخالفت عائشة الحديث والآية. سجل عندك السؤال: لماذا نساء النبي الباقيات مثل أم سلمة وأم حبيبة وماريا وغيرها من نساء النبي لم يخرجن مع عائشة؟ لماذا عائشة الوحيدة التي تفردت بالخروج على أمير المؤمنين؟ رقم 2: من الذي أعطى للسيدة عائشة الخروج والحق بالشرعية بالدفاع عن قتل عثمان؟ هي لم تكن قريبته، وكان من المفروض أولاده أن يخرجوا ويطالبوا بالدم. ما هو وجه الأمر الذي لعائشة بأن تخرج؟ طيب،
اخواننا الاعزاء، الان اريدك ان ترد في مداخلتك القادمه على هذا الكلام الخطير. تذكرة الخواص للعلامه سبط بن الجوزي، تمام، يقول: والروايه صحيحه، واخبرني عن عائشه انها كانت تحرض الناس على قتل عثمان يوم الدار، وتقول: اقتلوا نعثلا فقد كفر، اقتلوا نعثلا فقد كفر. السيدة عائشة إن قلتم إنها تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى المطالبة بدم عثمان، فهي بهذا المصدر وهذا الحديث كانت تحرض على قتل عثمان. تمام؟ هذا رقم 2. رقم 3 اخواننا الاعزاء، خليني ابين. الان سوف نثبت ان عائشه اسمع، فارقت الجماعه ولا ما فارقت الجماعه السيده عائشه عند خروجها؟ الكلام ده وين؟ اسمعني اسمع، وين يا كلام؟ اللي عدى، يا كلام هذا اللي عدى في كتاب تذكرة الخواص للإمام سبط بن الجوزي، الصفحة 61. الآن من وقت جاوبني، هل السيدة عائشة في خروجها فارقت الجماعة وولي الأمر أم لا؟ نعم فارقت، ما يستطيع أن يجيب، لا إشكال. صحيح البخاري يقول: فإن ليس أحدا يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا ميتة جاهلية، إلا مات ميتة جاهلية. والسيدة عائشة وطلحة والزبير وكل الذين خرجوا معها فإنهم فارقوا الجماعة وفارقوا ولي الأمر وهو علي بن أبي طالب. فما هو حكمهم حسب كتاب البخاري؟ البخاري يقول: من فارق الجماعة يموت ميتة جاهلية. هذا أيضا سجله عندك السؤال. راح أمطرك، أنت قلت لي اسأل، أنا راح أسأل، والله راح أمطرك بالأسئلة مطر ما تستطيع أن تخلص اليوم من عندي. الآن عيد لي الجولة، وافق على الجولة. الآن أخواننا الأعزاء، شوفوا خلينا نشوف الآن هذا الكلام المهم اللي راح نثبت به بأن من قتل عثمان بن عفان من هو؟ طلحة. في كتاب، انتبه يا شيخ، انتبه يا شيخ، انتبه، في كتاب سير أعلام النبلاء. يا أخ انتبه. نعم نعم. معلش أنت قلت لي اسم الكريم تاني، معلش أنت قلت لي اسم الكريم تاني. بص يا أبا علي، أنا آخري في الرد على كل جولة سؤالين 2. اسأل كما شئت. لكن بس أنا أريد أسترسل، أريد الناس تعرف من خلالك. الآن سير أعلام النبلاء للذهبي، شوف إخوان، والرواية صحيحة، صححها الذهبي وصححها كثير من العلماء، بأن مروان بن الحكم، شوف، إن مروان بن الحكم رمى طلحة بسهم فقتله. نريد أيضا حكم مروان بن الحكم. سجل عندك هذا السؤال، هذا السؤال اعتبره الأول، اعتبره الأول. يلا، إن مروان بن الحكم، نمت شنو؟ نمت الأسئلة ثقيلة، صارت الأسئلة ثقيلة. مروان بن الحكم رمى طلحة بسهم فقتله، تمام. يقول الآن في هذه الرواية أخوان تثبت كارثة، تثبت أن طلحة قتل عثمان. شوف، يقول: رواه جماعة عنه، واللفظ عبد الحميد بن صالح عنه: هذا أعان على عثمان ولا أطلب بثأري بعد اليوم. هسه عرفنا من اللي قتل عثمان، طلحة. ونجي الآن مروان قتل طلحة، تمام. إن مروان رمى طلحة بسهم فقتله. فعندك الآن طلحة مبشر بالجنة، قتل عثمان المبشر بالجنة، وعندك مروان قتل طلحة المبشر بالجنة. فما نعرف شلون نحل هاي المسألة. الآن طلحة في جيش عائشة ومروان في جيش عائشة، وأنت تقول الذين خرجوا
مع أم المؤمنين كلهم مؤمنين. ما نعرف شلون نحل هذه التفاصيل. الآن مروان بن الحكم قتل طلحة، وطلحة حسب كلام مروان قتل عثمان، مبشر يقتل مبشر، ومروان قتل طلحة. حل لنا هذا اللغز، والرواية صحيحة. تفضل. وعائشة بابن قيم الجوزية يقول كانت تقول اقتلوا نعثلا فقد كفر، وأم المؤمنين تقتل وتحرض في يوم الدار على خليفة المسلمين عثمان بن عفان. تمام. وكانت تقول اقتلوه، وتخرج بعد ذلك تطالب بدمه، ولا يوجد أحد طالب بدمه إلا هي، لا من المسلمين ولا من زوجات النبي الباقيات ولا أي أحد. وتطالب به من أين؟ تطالب به من علي بن أبي طالب ولي أمر المسلمين وخليفة المسلمين وحجة الله في أرضه، وهو الولي عندكم والحاكم الشرعي. ما لكم كيف تحكمون؟ تفضل أخذ وقت، لكن جاوب على الأسئلة. والقادم أكثر، والقادم أخطر. صدقني يا شيخ، القادم أخطر. كثير من الأسئلة وكلها صحيحة بروايات صحيحة وأقوال علماء أجلاء. جاوب بأكاديمية. تفضل يا شيخ، معك المايك وجاوب على الأسئلة. بارك الله فيك. خلصت يا أبا علي؟ يا أبو علي خلصت؟ تعال عشان عايزك بس الأول. خلصت؟ بتشرب ميه من كتر الكلام؟ أنا بقى والسادة المشاهدين والله ما فهمت حاجة. خد لك جولة تاني بقى، خد لك جولة من الأول وركز في سؤالين اتنين كده واسألهم لي تاني لو سمحت. معلش بس في حاجة الأول، استنى. بدون جولة، على السريع، بدون جولة، على السريع. لا اسمع الآن. لا. طيب اسألني سؤالين اتنين بس، استنى بس. بدون جولة. استنى سؤالين سؤالين على السريع وتاخذ مداخلتك. اسمع سؤالين على السريع، راح اسألك واكتم وجاوب. يا عم اسمع، لسه اقول لك حاجة صغيرة. اسمع لسه حاجة صغيرة بقى. ولو هتروح للقرآن، لو هتجيب أدلة من القرآن، يا إما تقرأ القرآن صح يا ما تقراهوش خالص. ماشي؟ لأن أنت يا عم واقعة تاريخية شنها علاقة في القرآن؟ تفضل جاوبني الآن بسند صحيح. اقرأه صح، اقرأ القرآن بس. اسمع. يا عمي ما قرأت قرآن أنا، ايش فيك؟ ما قرأت قرآن، بس اسمع. الله يحفظك، الله يخليك، اسمعني. في سير أعلام النبلاء، وهذه الرواية صحيحة وأخرجها كل علماء أهل السنة، إن مروان يقول هذا عان على عثمان ورمى طلحة بسهم في ركبته وبقى ينزف حتى مات. الآن نريد حكم طلحة لأنه أعان على قتل عثمان، ونريد حكم مروان الذي قتل طلحة في موقعة الجمل، وكلاهما في نفس الجيش، في جيش أم المؤمنين عائشة. تمام؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين أخونا العزيز، تمام؟ الآن في صحيح البخاري يقول إن من فارق الجماعة شبرا فقد مات ميتة جاهلية. طيب هذا أيضا السؤال الثاني. أنت قلت قبل قليل ندمت، ماكو إشكال، ندمت. لماذا السيدة عائشة لم تدفع دية القتلى الذين قتلوا في الجمل؟ هذولا شنو حكمهم؟ نريد حكمهم، الدية مالتهم ليش ما دفعتها إذا هي ندمت؟ وهل يوجد شخص يندم على الخروج للإصلاح؟ أنا طالع للإصلاح حتى لو أقتل ما أندم. لماذا ندمت بخروجها؟ تفضل. انت رحت فين؟ جاوب، اختر اي سؤال وجاوب، على 2 على 3 على 1. جاوب الاسئله ثقيله والله مقدر حالتك يا شيخ. جاوب. انت رحت فين؟ ما يقدر يجيب. سبحان الله. بقول لك انت رحت فين؟
اتصدمت يا اخوانا من الاسئله يا اخوانا. انت رحت فين يا ابو علي؟ اخوان الصوت عندي قطع لو عنده، الله يحفظكم اكتبوا لي بالقصد. ال عنده قطع لو عندي انا. الظاهر عنده الانترنت ضعيف. شيخ نجاح تسمعني؟ انا سامعك بس عاوز شيخ صورتك نجاح. عشان وحشني. سامعك بس انا عاوز صورتك عشان تسمعني وحشني. يا شيخ؟ سامعك يا اخي، سامعك بس عايز اشوفك، عايز اشوف الوش الحلو ده. ايه صوتك هسه فقط ثواني تأتي الكهرباء بس. انت جاوب على الأسئلة وانا راح اعمل ميوت وصوتك يقطع. لا تفضل. لا والله ما اعرف اجاوب من غير ما اشوفك. ما اعرفش، ان ما شفتكش كده ما ارتاحش. يا شيخ جاوب هسه. لا هسه راح تأتي الكهرباء الآن. بكلمك امانه، والله بكلمك امانه. ان ما شفتكش ما ارتاحش، لازم اشوف كده الوشوش اللي هي اللي بتضحكني. يلا تمام. أيوة. الآن هسه راح تأتي الكهرباء. تفضل الآن يلا جاوب. انا عايز اشوفك يا عم تفضل جاوب، شفتني يلا. والله بكلمك بامانه، عاوز اشوفك. ما اعرفش اتكلم كده والله يا اخي، بصدق والله صدقا. يعني ما بضحكش ولا بمزح والله. من الاصل ان انا بكلم واحد عشان اركز بس. والله يا شيخ يلا تفضل الله يحفظك. يا اخي والله بتكلم صدق، ما اعرف اتكلم كده. يبقى صدق يا اخي. تفضل. بقول له ايه؟ والله ما اعرف اتكلم كده، انا بكلم واحد لكن هو غايب عني. يلا الان وجهي واضح عندك، تفضل جاوب. لا مش واضح خالص والله خالص. والله يا شيخ نجاح الاسئله ثقيله. طيب. شيخ نجاح الاسئله ثقيله ها. الاسئله ثقيله جدا جدا جدا. طيب هنجاوب يا اخوانا بس ايه عشان ما يقولوش ان هو هرب. بس اعطيني الجوله بقى يلا. اعطي الجوله يا اخي. ابعت الجوله. ابعت الجوله يا اخي. بقول له ايه، هو مش سامعني يا اخ يا حاج؟ ابعت الجوله. حد يقول له ابعت الجوله يا ولاد. يلا هاي بعثت لك يلا تفضل. طيب انت مش سامعني من ساعتها ولا ايه؟ الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده. اللهم صل وسلم وزد وبارك واكرم وانعم على سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. وارض اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ازواج النبي وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. اللهم امين 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 يا رب العالمين. اولا انا والله بكل صدق، هو بيتكلم كلام انشائي كله، فانا هجاوب على الاسئله اللي انا ذكرتها بس. اول سؤال وهبدا له بقى عشان ما يقولش ان احنا بنهرب منه، اللي هو حديث ايه من خرج على المهم الخروج على ولي الامر. الخروج على ولي الامر يا اخوانا يعني عندنا احنا في المساله، لما تقول لي يا عم الشيخ نجاح، لما تيجي تسالني انا سؤال، انا اللي بقول لك يا اخوانا احنا على راي واحد احنا ما بنخبيش دقننا والله. انا لما بدات له الكلام قلت له الحق كان مع سيدنا علي، وقلت له ندمت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها على خروجها الى اخر حياتها. انا كنت ممكن ما اقولوش الكلام ده، بس احنا عندنا لما تيجي تسالني انت تقول لي يا عم الشيخ نجاح حكم الخروج على ولي الامر يعني ايه؟ اقول لك حكم الخروج على ولي الامر الاحسن والافضل والسنه وكل حاجه ان تسمع له وان تطيع، أن تسمع له وأن تطيع. بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في حديث آخر أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان إيه؟ عند سلطان جائر. يعني هل يجوز عشان بس الأخ دي يفهم، بس اللي هو ما يعرفش يقرأ كلمة واحدة بس إلا من كتاب. الأخ اللي قدامي ده أنا عرفته خلاص، أتحداكم والله أتحداه إن هو يسأل سؤال واحد بس من دماغه بس. هو تقريبا هم كلهم بص هم كلهم اتطبعوا على كده، يجيبوا كتب اهل السنه والجماعه ويقوم جايب كده شبهه ويقوم حاطط عليها علامه ويقوم جاي قاريها.
عمال يحفظ كلمتين، يفهم كلمتين، ماكو 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 ماكو. فاحنا قلنا الخروج على ولي الامر ما هوش محرم مطلقا، احنا قلنا الاحسن والافضل والاصوب وكل حاجه ان تسمع له وان تطيع، الا في معصيه الله عز وجل. عشان كده النبي قال في حديث اخر: افضل الجهاد، افضل الجهاد، افضل الجهاد سلطان كلمه حق عند سلطان ايه؟ عند سلطان جاء. هل عائشه خرجت على علي؟ دوم يا اخوانا ما بيفهموا، والله الذي لا اله غيره ما بيفهموا. دي مش خروج يا اخوانا، دي قضيه وهم اختلفوا فيها، اختلفوا فيها ببشاره النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عاوزين نفهم الناس دي، نفهم الناس دي. مش هجيب لك الايه القرانيه عشان ممكن تقول له وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وهتقول لي يا عم الشيخ هل هي نازله فيهم مخصوص؟ هقول لك لا، مش نازله في موقعة الجمل. بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كم حديث في موقعة الجمل، صح ولا لا يا اخوانا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم في دين بيبقى بيتكلم منين؟ بوحي، والوحي ده نازل من عند مين؟ نازل من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوه، علمه شديد القوه. النبي صلى الله عليه وسلم اعطى البشاره او لمح لعائشه انها ستخرج وين؟ ستخرج. فقال لها: ايتكن ينبحها كلاب الحوأب. حصل يا اخوانا ولا ما حصلش؟ حصل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. يعني انت عاوز تقول لي يا عم الشيخ نجاح ان النبي كان عنده علم بموقعة الجمل؟ كان عنده علم بموقعة الجمل. البهايم اللي عماله تقول وين الجواب وين الجواب، ما هو دي الجواب يا بهيمه، يا بهيمه والله دي الجواب. انا عمال ادلل لك واعطيك اصول على ان عائشه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين ما اخطات في تأويلها لما خرجت، بس هي ندمت على فعلها. ندمت ليه؟ لأنها حست أو شعرت بأن الأفضل كان عدم الخروج، عدم الخروج. ندمت. ممكن شيخنا ولا وقعك تجاوبني على رواية مروان وطلحة؟ تفضل. لا يا أخي استنى لما أجاوب على السؤال. بص بقى، أصل أنا عندي عائشة رضي الله عنها أحسن من أي حاجة. أنت قاعد تعيد وتلف بنفس المسألة بنفس السؤال. بص ألف بجولتي براحتي. اصل انا قلت لك الروايه، قلت لك السؤال اللي مش هتجيب لي عليها الروايه والسند بتاعها مش هجاوبك عليه. حصل اخرجتها اليك من سيره اعلام النبلاء. والله ما شفتها. كحل عيونك اصبر، كحل عيونك اصبر. ايوه قرأ، ايوه كده الوحي هينزل عليا بقى لما شفتك. والله فرح. فانا عايز ادلل للبهايم اللي هي من ساعتها دي. اهم حاجه عندي ان المؤمنين رضي الله عنهم. بهائم من هو البهائم؟ من هو البهائم؟ يا اخي مش انت، والله ما انت والله لا اقصدك ابدا. ما يصير هذا الكلام يا شيخ، يا فضيله الشيخ نجاح، انت محاور ومعروف، ما يصير تتجاوز والله ما اقصدك يا اخي. انا عندي حتى الناس ما اقبل في المناظره بينك وبين تذكر الناس. اتركهم. استنى بس 2 3 عمال يقول لي وين الجواب بس. فانا بديله الجواب. اترك الناس وخليك معي. عشان كده ما كنتش شايفك. ما انا ما كنتش شايفك عشان كده. فالسيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، انا عايز بقى، انا ممكن اسال اخ ده سؤال واحد بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في موقعة الجمل ما قال لعائشة: أيتكن ينبحها كلاب الحوأب. يعني يا عم الشيخ نجاح، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم بموقعة الجمل؟ كان عنده علم بموقعة الجمل. ايه دليلك يا شيخ نجاح؟ دليلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ابعت الجولة. خلاص وقتك لي، وقت الآن. طيب ايه دليلك يا شيخ نجاح ان النبي كان على علم تام بموقعة الجمل؟ قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة بص يا اخوانا، الاصل دول اساتذه روغان، والله دول اساتذه روغان. الاصل لما يبقى عندك حديث يلا وافق على الجوله. يلا بدا وقت الان. لا لسه ما خلصتش اجابه على الموضوع ده لسه. في وقتك الباقي يا عمي، ما يصير هيك. هذا مو مناظره اصبح. اخذ وقتك الان. لا خلاص وقتك الان. وقتي شنو؟ اعطيني دقيقه واحده كمان، معلش. تفضل يلا لك دقيقه. يلا تفضل. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها في موقعة الجمل، سيدنا النبي قال في موقعة الجمل أكثر من حديث. قال إيه؟ قال: أيتكن ينبحها كلاب الحوأب. النبي جاب سيرة كفر، ولا إن هي مثلا ضالة، ولا أعوذ بالله إن هي منافقة، ولا إن هي خرجت على إمام زمانها، ولا فيها. ما كان النبي أظن هو طبعا الأخ ده مصدق الحديث والحديث صحيح. التحذير هذا لو مو تحذير لو مو تحذير. اسمع يا أخي النبي حذرها لو ما حذرها. لا انت كذبت لما انت قلت في الحديث ان النبي قال لا اياكي.
إياكي دي مش موجودة وأنت كذاب ما بتعرفش حاجة. كلمة إياكي مش موجودة. شنو إياكي؟ أنت قلت والله أنت أيتكن. قلت أيتكن. أيوه، ما هي أيتكن. أنت كنت بتقول في الأول إياكي، والله إيه هذا ذكرتها أنت. تحذير لو ما لو مو تحذير؟ تحذير لا ولا لا لا؟ لا، هي كلمة أيتكن تحذير. لا مو أيتكن، هو هذا الحديث كله تحذير ولا لا؟ لا، فين التحذير اللي في الحديث؟ هتقولي كده؟ يعني شنو فائدة الأمة عندما قاله رسول الله؟ احنا دلوقتي النبي بيلمح لهم وبيعرفهم ان في حاجه هتحصل وحدثت. اي احسنت. اذا هذه الحاجه راح تحصل في المستقبل، احنا المفروض شنو نسوي؟ شنو تسوي والنبي اخبر ان هي هتقع؟ يعني النبي اخبر ان هي هتقع، اللي هو الله اكبر. يعني هذا جبر، هذا يعني الامر فعلا سوف يقع، جبر هذا. لا، النبي اخبر ان حاجه هتقع يبقى لازم تقع. يعني جبر. لا النبي بس جبر. الله اكبر. شيخنا جاء اصبح مجبر. تفضل شيخنا العزيز، جاوبني على كلام مروان بن الحكم عندما ضرب طلحة. تفضل. هات الروايه بتاعته. هذه الرواية. يلا أنا هسه عرفت شلون أتعامل. طيب أخواننا الأعزاء، وطالبنا في الرواية، هذه الرواية. والرواية صحيحة. فين؟ قول لي فين كده عشان اجيبها. في سير أعلام النبلاء للذهبي، الإمام الذهبي يقول حدثنا هذا وكيع، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم فوقع في ركبته فما زال ينسحه حتى مات. ورواه جماعة عنه، واللفظ عبد الحميد بن صالح عنه، وقال هذا أعان على عثمان ولا أطلب بثأري بعد اليوم. لا أطلب بثأري بعد اليوم. الآن مروان عندك قتل طلحة، ومروان يقول طلحة قتل عثمان. جاوبني. مين اللي روى الكلام ده؟ هذا الذهبي يقول. مين اللي رواه؟ هذا الإسناد أخرجته إليك. مين اللي روى في الأول؟ وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال رأيت مروان بن الحكم رمى طلحة. وهذا شوف من الأخير حتى أعطيك إياه، خف تقول إنه ضعيف. تفضل. هذا في التلخيص ماذا يقول الذهبي؟ يقول إسناده صحيح، وأخرجه خليفة بن الخياط في تاريخه، تمام، صفحة 131. ويقول عن طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الجارود عن أبي سبرة قال نظر مروان بن الحكم إلى طلحة بن عبيد الله يوم الجمل فقال لا أطلب بثأري بعد اليوم، فرماه بسهم فقتله. الذهبي يقول وإسناده صحيح. تفضل جاوب يا عمي. عندك مروان قتل طلحة وطلحة قتل عثمان. تفضل جاوب. طلحة عندك المؤمن الذي قلت خرجوا مع أم المؤمنين كلهم مؤمنين. طلحة المؤمن المبشر في الجنة قتل عثمان المبشر بالجنة، وكان قد حاصره في يوم الدار وأعان على قتله. ومروان بن الحكم الذي خرج بجيش مع أم المؤمنين رمى طلحة المبشر بالجنة والذي أيضا بجيش أم المؤمنين بسهم فقتله. حلنا هذا اللغز، حلنا هذا اللغز. أتحداكم يا أهل السنة إذا حليتون هذا اللغز، أتحداكم. أريد حكم مروان وأريد حكم طلحة الذي قتل عثمان خليفة المسلمين وأعان على قتله. جاوب على هذا السؤال. الله يحفظك يا شيخ، للمرة الأخيرة أعيده. وهذا الكلام كله صحيح، تمام. وإذا تحب أخرج لك بأسانيد معتبرة من كتب كثيرة موجودة. تفضل يلا جاوب. طب هاتوا لي من كتاب ثاني كده لو سمحت. هاتوا لي من كتاب. تفضل جاوب على هذا السؤال. لا استنى، هاتوا لي من كتاب ثاني كده لو سمحت كمان.
ها؟ هاتوا لي من كتاب تاني كمان كده لو سمحت. يعني هذا الذهبي ما تاخذ به؟ مالكش دعوه، انا قلت لك ما ياخدش بوع العين والراس، بس انت بتقول لي دلوقتي من لو عايز أجيبه عيوني، انت مع ابو علي اغرقك بالمصادر. من عيوني. تفضل. تاني واحد اندم ان انا خرجت معاه والله، انت والاخ اللي هو النصراني ده. تتدلل. يعني انا الذهبي شنو؟ الذهبي ما على العين تاخذ والرأس. به؟ لا، على العين والراس، جزمته على العين والراس. ليش تريد مصدر ثاني؟ عايز، اصل انت اللي قلت، ما انت اللي قلت اجيبه لك من كتب كتير بس. يلا. الآن أخرج إليك. تفضل. يا الله أخوان، هاي الحاسمة. الإصابة. انظر يا شيخ، انظر يا شيخ، انظر هنا، أنا أخرجت إليك. انظر. تسمعني؟ ألو. باوع للكاميرا، باوع. الإصابة، تمام، للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. يلا. يقول هذا في الصفحة 432 في الجزء الثالث. يقول: وروى ابن عساكر من طرق متعددة إن مروان بن الحكم هو الذي رماه فقتله، تمام. وأخرج أبو القاسم البغوي بسند صحيح من الجارود بن أبي سبرة قال: لما كان يوم الجمل نظر مروان إلى طلحة فقال: لا أطلب بثأري بعد اليوم، فنزع له بسهم فقتله. اخوان متواتر، شوف الطرق. واخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن قيس بن ابي حازم ان مروان بن الحكم راى في الخيل فقال: هذا اعان على عثمان، فرماه بسهم في ركبته فما زال الدم يسيح حتى مات، تمام. وهذه كلها اسانيدها صحيحه. ابن حجر يقول. يلا تفضل يا بطل، جاوب. يلا. اريد حكم مروان واريد حكم. مين عندك هنا بقى قتل طلحه؟ فين عندك في الكلام؟ شو؟ طيب ما انا ما لسه، فين طلحه عندك في الكلام ده؟ شو حدد سؤالك، شنو سؤالك؟ فين طلحه عندك؟ سؤالي لسه، مين اللي مبشر بالجنه عندك؟ مين اللي مبشر بالجنه؟ بابا جاوب. مروان قتل طلحه وطلحه اعان على قتل عثمان. تفضل اعطيني حكمهم. يا اخي استنى، انت قلت لي من شويه واحد مبشر بالجنه، مين اللي مبشر بالجنه؟ يا اخوانا هقول له والله، هقولها له ان هو منكر الحديث، بس اصبروا. لا، انتم مو سابقا الحمد لله طلع الحديث منكر العشرة المبشرين في الجنة. يعني الآن ثبتنا ماكو 10 مبشرين في الجنة. كنتم خبصتم الأمة 1400 سنة، العشرة. الآن اترك. تفضل اعطني ما حكم طلحة الذي أعان على قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان. كلام ابن القيم الجوزية كأنما ما سمعته. يقول إن عائشة تقول كانت تحرض أيضا على قتل عثمان، وتقول اقتلوا نعثلا فقد كفر. ما جاوبت علي. ما جاوبت علي. أنا تفضل جاوب على هذا. تفضل جاوب على مروان وطلحة. استنى حتى تخريج حديث اقتلوا نعثا ده في النوقت كفر. عوف نعثل، عوف. تفضل جاوب على مروان وطلحة. مروان وطلحة جاوب عليه. جاوب يا شيخ. يا شيخ نجاح، يا شيخ نجاح. تفضل. انا راح اطلع عليك ولا يهم. هات لي حديث اقتلوا نعسا الاول عشان اعرفك انك كذاب وانك مش عارف حاجه والله. ليش ما تجاوب الان؟ ليش ما تجاوب؟ ليش ما تجاوب عمي؟ فشلت اهل السنه والجماعه. وافق على الجوله، احنا نسينا الجوله. تفضل يلا جاوب، اخذ وقتك وجاوب.
لا، هات لي حديث اقتلوا نعسا الاول. هذا في كتبك موجود. عشان يلا تعرف، هات عشان تفضل. تعرف ان هو ضعيف ولا لا. تذكرة الخواص للعلامة، اسمع، تذكرة الخواص للعلامة سبط بن الجوزي. يلا، يقول: وأخبرني عن عبد الرحمن بن عوف حين ولى عثمان الخلافة واختاره، إلى أن يقول: وأخبرني عن عائشة لما كانت تحرض الناس على عثمان. إخوان، طلحة يحرض الناس وأعان على قتل عثمان، وعائشة كانت تحرض الناس على عثمان يوم الدار، وكلهم وكانت تقول: اقتلوا نعثلا فقد كفر. وذولا كلهم طالعين بحرب يطالبون بقتل عثمان. ومنين؟ من تخريج الإمام علي الحديث اللي ايه؟ هو تخريج ما إلى أي علاقة. تفضل جاوب. فين فين تخريج الحديث ده؟ فين تخريج الحديث ده؟ ماكو جواب كالعادة، لا يوجد جواب. انحشر بقول لك فين شيخ جامع يا الأزهر جدع، يا العلامة جدع، نجاح، يا جدع، لا يا يوجد جدع، جواب، بقول لك لا يوجد بقول لك جواب. فين تخريج بقول لك فين تخريج الحديث؟ فين تخريج الحديث؟ تفضل ضعف، هو طيب أورده ابن القيم. تفضل ضعف. خلاص، اعتبر الجوله، اعت الجوله. يلا جاوب يا شيخ على طلحة وعثمان، وبعدين جاوب على اقتلوا نعثلا. تفضل. يلا. حديث أيضا آخر عندك، النبي عندما أمر نساءه أن لا يخرجن بعد حجة الحمد لله الوداع، ما جاوبت. اسمع بقى يلا يا جاوب. عم، اسمع يا عم، اسمع فعلا، وان جادلني جاهل لغلبني والله. طيب، يقول الرافضه ان ام المؤمنين تجاوبي. عائشه رضي الله عنها يلا تفضل. يدعي الرافضه ان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت تحرض على قتل عثمان رضي الله عنه، وكانت تقول، اسمعوا بقى يا اخوانا، وكانت تقول: اقتلوا نعثلا فقد كفر. طيب، الإجابة بقى يا اخوانا: فند أهل العلم ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها وارضاها في هذا الشأن، وبينوا ضعف أسانيد هذا الحديث. فقد فنده شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، فقال: أين الناقل الثابت عن عائشة بذلك؟ ويقال ثانيا: المنقول الثابت عنها يكذب ذلك، ويبين أنها أنكرت قتله وذمت من قتله، ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركته في قتله. اسمع بقى يا اخوانا: وجاء في تفسير الألوسي وما زعمته الشيعة، اسمع يا اخوانا: وجاء في تفسير الألوسي وما زعمته الشيعة من أنها رضي الله تعالى عنها كانت هي التي تحرض الناس على قتل عثمان، وتقول: اقتلوا نعثلا فقد فجرا تشبه بيهودي يدعي نعثلا. اسمع بقى يا اخوانا: حتى إذا قتل وبايع الناس عليا قالت: ما أبالي أن تقع السماء على الأرض، قتل والله مظلوما وأنا أطالب بدمه. ده كلام أم المؤمنين عائشة، كاذب لا أصل له، وهو من مفتريات ابن قتيبة وابن أعثم الكوفي، وكانوا مشهورين بالكذب والافتراء. وقال الشيخ الصلابي في كتابه أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: رويت هذه الطريقة، اسمعوا يا أخوانا، رويت هذه الرواية من طريقين عند الإمام الطبري، ويكفي أن في رجال الإسناد نصر بن مزاحم العطار المجروح في كتب الرجال بالصفات الآتية: أنه شيعي ومنكر. يعني في واحد اسمه نصر بن مزاحم العطار في سند هذا الحديث المجروح في كتب الرجال في كتب أهل السنة والجماعة، وأنه شيعي منكر الحديث. اسمع بقى الطريق الثاني، دي الطريق الأولاني. وأما الطريق الثاني ففي إسناده عمر بن سعد، وهو قائد السرية الذين قاتلوا الحسين رضي الله عنه، وهو عند رجال الحديث لا يصح حديثه، متهم بالوضع، متروك، فالرواية غير مقبولة الإسناد في أي من طريقتي الروايتين. يعني الروايتين طلعوا إيه؟ عندك كلام تاني يا أخ؟ لا، عندك حاجة تانية؟ أكمل مداخلتك وجاوب على مروان وطلحة. تفضل. مروان برضو فيه واحد منكر الحديث والحديث ضعيف. أتحداك، علماءك كلهم صححوا الحديث.
هات لي 5 6 صححوه كده. ها، طب اقتنعت الاول ان دي ضعيفه ولا لسه؟ ها، اقتنعت دي ولا لسه؟ كمل مداخلتك، كمل، انا ما احب هيك حوار، كمل مداخلتك. لا انت اقتنعت بدي ولا لسه؟ ها يا اخ ابو علي، انت اقتنعت ان ده، استنى بس، كمل اقتنعت يا ان ده عمي، عندك كثير من الأسئلة. عائشة فارقت الجماعة، جاوب، جت تجاوب احنا على في سؤال واحد. احنا في الجامعه جاوب. دلوقتي. فارقت الجماعة، صحيح البخاري يقول من فارق الجماعة استنى بس فيموت ميتة استنى بس جاهلية. استنى بس تفضل استنى جاوب. بس استنى بس هتنقل انت دلوقتي خلاص على حديث تاني؟ يعني هتفر بقى الحديث تاني، احنا في حاجه تانيه دلوقتي. اقتنعت ان ده ضعيف خلاص؟ طيب هرد لك على موضوع بقى عائشه رضي الله عنها فارقت الجمع. احنا قلنا يا اخوانا تفارق الجماعه يعني ايه؟ لما انت سالتني برضو نفس السؤال عندنا. طيب انا ممكن انت اسالك سؤال بقى وخده برضو عندك كده، ماشي؟ خده بص، هو حته سؤال صغيره كده اهو، سؤال صغير كده اهو، صغير كده اهو، وخليه على الهامش. وده اول سؤال هساله لك اهو، بس سؤال صغنون قد كده اهو، ماشي؟ هو بيدعي ان عائشه رضي الله عنها فارقت فارقت الجماعه. بس انا مش عايز والله يا اخوانا، والله ما انا عايز اغلط في اللي قدامي، مش عايز اكرر غلطه امبارح، بس مش عايز اكرر غلطه امبارح. احنا قلنا موقعه الجمل دي يا اخوانا، دي موقعه بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، او اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هل لو عائشه رضي الله عنها اخطات في خروجها، او عائشه رضي الله عنها كفرت بخروجها، او عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت ستكفر بخروجها على ولي امرها، اما كان حري بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يحذرها؟ انا عايز اساله السؤال ده هو، هل النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليا من وقت بقى زي ما انت بتقول، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بموقعة الجمل ام لا؟ ها يا اخ، افتح المايك افتح المايك افتح المايك. ايه كان يعلم. اتفضل يلا. استنى الحديث بتاع اياتكن ينبح كلاب الحوأب، حديث صحيح ولا لا؟ نعم صحيح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمار تقتلك الفئة الباغية، حديث صحيح ولا لا؟ ايه صحيح. حديث صحيح ولا لا؟ كل صحيح. الاحاديث دي فين؟ كل الاحاديث دي فين؟ صحيح صحيح. تفضل. كل الاحاديث دي في موقعة ايه؟ شنو موقعة ايه؟ الاحاديث دي اللي النبي قالها دي كانت في موقعة ايه؟ بعد موته، بالاحداث التي سوف تكون بعد موته. يعني في الحادثة اسمها ايه؟ الجمل وصفين. في موقعة الجمل وصفين. يعني احنا دلوقتي متفقين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم او بشر الصحابة بموقعة الجمل، صح؟ صح؟ حذر. طيب. ايه حذر. حذر. ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرش فيهم ولا في حديث عائشة او احد من الذين حاربوا عليه؟ تعرف تقول لي ليش؟ ما ترد على سؤالي، ولا انت مالكش في الاسئله، مالكش في الاجابه خالص؟ حذر النبي، حذر. لا النبي حكم على عائشه. حذر فين؟ حذر النبي، حذر. اعطيني مداخلتي. لا حذر، اعطيني مداخلتي الان، راح ابين لك. انت ما رديت على حديث شو اسمه، وقاعد اقول لك النبي حذر. اسمع يلا هاك تفضل. استنى، النبي حذر. مش هديك جوله. ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لنسائه في حجته هذه ثم ظهور الحصر، يعني ثم زمن الظهور الحصر، ولا تخرجن من البيوت. هذا تحذير ولا ما تحذير؟ عائشة خرجت ولا ما خرجت؟ خرجت. نبحت عليها الكلاب؟ نعم نبحت عليها الكلاب. عصت أمر الله والرسول؟ نعم عصت أمر الله والرسول. اخواني ماكو جواب، ماكو جواب. سألتك سؤال، لماذا باقي نساء النبي لم يخرجن مع عائشة؟ جاوب الآن من وقتي. لماذا أم سلمة لم تخرج مع عائشة؟ تفضل هاك. هذا الحديث في المستدرك على الصحيحين، بس بابا في المستدرك على الصحيحين، والرواية صحيحة. يقول هذه الأحاديث الثلاثة كلها صحيحة. لا خليني أكمل هذه.
تفضل الآن جاوبني، لماذا أم سلمة لم تخرج مع عائشة ولا زوجة من زوجات النبي؟ أخواني الأعزاء، حدثني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي من أصل كتابه، حدثنا الحسن بن علي. يا بجم اسمع، يا بجم اسمع تفضل جاوب. نساء النبي ليش ما خرجت؟ يا بجم اسمعني، يلا يا بجم اسمع، يلا. يا بجم اسمعني بقى، خليني اديني فرصه للكلام. اسمعني بقى، اسمعني. وانت جاي تنقل من كتب وخلاص، الله يخرب بيتكم. اسمع، انت دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم حذر عائشه انها صح ولا لا؟ نعم يا ابني اسمع، خلاص اسمع بقى. اي نعم حذرها. تفضل يا خلاص. ايوه اديني دقيقتين انا وانت يا سجال بس كده لو سمحت. النبي حذر عائشه انها ما تخرجش. تفضل يلا. صح نعم صح حذرها. نعم اخرجت لك الادله. نعم يا اخي خلاص، وانا مصدقك وانا مصدق ابوك ان هي خرجت. اسمعني خلاص، السيده عائشه خرجت صح ولا لا؟ خرجت ولا لا؟ حكمها شنو؟ يا اخي ما انا لسه راح اسالك اهو بقى. اسمعني، النبي حذر النساء ان هي ما تخرجش صح ولا تخرجن من بيوتهن صح؟ نعم. السيده عائشه ونساء، اسمعني خلاص بقى، السيده عائشه رضي الله عنها ونساء النبي كانوا بيخرجوا مع النبي في الغزوات ولا لا؟ بعد حجة الوداع الحديث يقول. بعد حجة الوداع. بعد حجة الوداع يا شيخ. قال لهم ولا تخرجن. خلاص. ايه بعد حجة الوداع هذا. ولا تخرج. يا اسمع. قال لنسائه في حجته. الله يخرب. يا اخي انا فهمتها. يا اخي انا قلت لك طيب خلاص يا اخي انا قلت لك بعد حجة الوداع خلاص. انا اقررت. وانا قلت لك بعد حجة الوداع خلاص، وانا ما قلتلكش حاجه. انا بصدقك. الله لا يخليني بموقفك. تفضل جاوب يا شيخ. جاوب. والله العظيم، والله لول ما تقولها ربط لا افري السكه في وشك والله. بس طيب. فعلا شيخ انسى كل شيء. لماذا نساء النبي البقيه ما خرجن مع عائشه؟ يا جدع اسمع. تفضل جاوب. اسمع بقى، اسمع يا جدع. اسمع يا بقى، افهم. دلوقتي النبي حذر عائشه ان هي ما تخرجش من البيوت صح؟ المفروض صح ولا لا؟ نعم. طب حكم من عصى. نعم والله عمي جاوبتك. تفضل. طيب خرجت من بيوتها يعني عصت امر النبي صح ولا لا؟ ما ترد علي. نعم. عائشه دلوقتي رضي الله عنها وارضاها عصت امر النبي ولا لا؟ هذا السؤال انت تجاوبني عليه مو انا سالت. انا سالت. انا ترد سؤالي بسؤالي. انا سماحة الشيخ اسمع، انا جبت لك حديث الحصر وقلت لك ان النبي نهاهن من الخروج بعد حجة الوداع وبعد موته، وهذا الزام. تمام. تفضل الان. الذي خرجت من البيت ما هو حكمها؟ انت تجاوب مو انا جاوب. تفضل. لا انا ما اعرفش. عرفني انت حكم اللي تعصى امر النبي ايه؟ انا ما اعرفش. عرفني انت. هو انا السني لو انت ايش بيك يا شيخ نجاح؟ انا ما اعرفش. سبحان الله يا عم ايش بيك؟ انا ايش بي هذا؟ ايش بيك يا شيخ؟ افتر راسك شنو؟ الان دقيقة. عوف كل شيء. نساء النبي البقية ليش ما طلعن ويا عائشة؟ لا ماليش دعوه بنساء النبي، احنا في حديث عائشه برضه عشان ما تقولش بيهرب. انت دلوقتي النبي مو انا بدي ابين لك فد مساله بان حديث الحصر التزمت به ام سلمه. اسمع. ام سلمه رضوان الله عليها التزمت بحديث الحصر، والسيده عائشه ما التزمت بهذا الحديث. قوم الطم. والله خليك تلطم. والله خليكم تلطمون يا وهابيه. جاوب. ولك 7000 سؤال ما جاوبت. تفضل الآن. أنت طالبتني بالمصدر. تفضل. هذا أخوان كتاب الاستيعاب. خلنا راويك ما أخرجت أنت أي مصدر على الكاميرا. تفضل. هذا كتاب الاستيعاب للقرطبي. أخواننا الأعزاء شوف ضاج من الحقيقة. يقول: وإن الذي رماه مروان بن الحكم
بسهم فقتله، فقال لا أطلب بثاري بعد اليوم، وذلك أن طلحة فيما زعموا كان ممن حاصر عثمان واستبد عليه ولا يختلف. اسمع، ولا يختلف. جاوب، اسمع، افتح الكتم. ولا يختلف العلماء الثقات في أن مروان قتل طلحة يومئذ. جاوب، ولكم جاوبوا. انا كاتمه يا اخوانا، انا اللي كاتمه. جاوب، يلا جاوب. العلماء ما اختلفوا. يلا جاوب. اسمع، انا كاتم الصوت من ساعتها. اسمعني، انا كاتم الصوت من ساعتها عشان كل اللي انت قلته انا ما سمعتوش. انا لسه هكلمك في نقطه واحده. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشه ان هي ما تخرجش وخرجت، اليس كذلك؟ نعم. طيب انا بقى واحد ما اعرفش حكم من عصى امر النبي، فهموني لو سمحت. عرفنا حكم اللي يخالف امر النبي ايه لو سمحت. يعني انت ما تعرف حكم الذي يعصى النبي؟ لا ما اعرفش. سيدنا علي خالف النبي في صلح الحديبيه ليه؟ شوف القفزة اخوان، انا ليش ما اريد اجاوب على الايه؟ لانه اعرف اسلوب الوهابيه السلفيه كيف يقفزون، مثل الكنغر، مو مثل الارنب. لا، الارنب هيك يقفز، الكنغر قفزته تصير كبيره، لكن لا اشكال. شوف ابو علي يجيبك وهو مغمض العينين. شوف، تفضل. علي بن ابي طالب لم يخالف امر رسول الله في الحديبيه، وإنما خالف أمر المشركين. والمشركين طبعا الرواية أخوان وردت ب3 متون، تمام. وارجع إلى كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم، يقول إن علي بن أبي طالب الذي فعله ذلك يعتبر من الأدب المستحب، ولو لم يكن فعله فيه شيء لاعترض عليه رسول الله، ورسول الله ما اعترض على علي بن أبي طالب، ما اعترض مثل ما اعترض على الصحابة في رزية الخميس وقال لهم قوموا عني. شفت شلون جاوبتك؟ الآن جاوب ولك جاوب الأسئلة 7000 سؤال ما جاوبت. طلحة قتله مروان قتل طلحة، وطلحة قتل عثمان خليفة المسلمين. جاوب يا عمي. عائشة خالفت أمر رسول الله. جاوب. عائشة خالفت أمر رسول الله بحديث النبي في حديث الحصر وفي الآية القرآنية. جاوب. ما جاوبت. هي خرجت للإصلاح يا ناس. أكو واحد يخرج للإصلاح يبكي ويندم، ما عرفنا ليش ندمت. هي خرجت زين. ما حكم الذين قتلوا بسبب عائشة؟ هي مو ندمت، يعني أخطأت. أحسنت، أخطأت. الذي يخطئ يدفع الدية. عائشة دفعت الدية، دية القتل دفعتها مال المسلمين اللي ماتوا معاها. مسلمين 10,000 أو 20,000 مسلم قتل. صم ذاناتك، صمهن، ما تريدون تعرفون الحقيقة. الآن جاوب. كل الناس تقول جاوب. أنت في قبضة أبو علي. جاوب يلا. تصدق برضو إن إحنا لما بنطلع معاكم بنعمل لكم قيمة؟ والله بنعمل لكم قيمة. طيب أنت بتقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لم يعترض على علي، صح؟ يا أخ رد علي، صح؟ طب وين النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الجمل اعترض على عائشة؟ جا غير النبي ميت. هذول شنو ذولا؟ جا غير النبي ميت. النبي غير ميت ولكن يعترض قبل لا يصير. داكي والله تصدرك محاوري والله. انزل ليك، انزل طاح حظكم برسيسية. داكي والله كان النبي غير ميت، شلون يعترض على حكم عائشة وهو ميت؟ من هذول وصدر محاورين.
الرسول ميت، يقول شلون اعترض النبي؟ جاي يعترض وبعد المعركة ما صايرة، معركة بعد ما صايرة يعترض.